رايحة عربية شباب للكوخ الجديد بتاعهم المعزول اللي على البحر، واشتراه جيمس بسعر رخيص جدا بعد ما كان الكوخ ده والمنطقة دي كلها مهجورة لسنين كتيرة. وهو معاه صديقه واخو مراته داني، ومعاه مراته روكسي وهي حامل، وهم هيسيبوها تستكشف المكان وهيروحوا هم يستكشفوا البحر. ولما راحت روكسي تستكشف استغربت من المكان القديم، وهي مش مرتاحة فيه ومش عارفة هو ازاي هيكون استثمار ليهم. محدش اصلا هيرضى يشتري مكان مرعب زي ده، حتى الكوخ ما بيفتحش بالمفاتيح. وسمعت فجأة صوت موسيقى ودخلت المخزن للاكتشاف، وجيمس وداني لعبوا شوية في البحر. وجيمس هيسيب داني يتمرن شوية وهيروح يطمن على مراته الحامل روكسي. وهي دخلت المخزن وشمت ريحة دم وراحت على مصدر الموسيقى ولقيته صندوق مهرج عادي. ولما الموسيقى وقفت فجأة حد هجم عليها وخطفها، وجيمس افتكرها في الكوخ ولقى قناع غريب قدامه. وهو رايح الكوخ سمع صوت صراخ داني وافتكروا مقلب او هزار، بس لما راح لقى داني متقطع وميت ومش مصدق عينه ولا عارف مين عمل كده، ولازم يروح يلاقي روكسي بسرعة ويمشوا من هنا. ولما راح الكوخ بتاعهم حس بصوت غريب وهو على الباب، ولما دخل يلاقي سفاح مقنع بسلاح واصابه في رجله، بس تحمل جيمس وكمل هرب ودخل لمخزن تاني قديم عشان يستخبى. وهو مش عارف ليه كل ده بيحصل ومين السفاحين دول، وما زال بيطاردوا السفاح، بس هرب منه جيمس للمرة التانية والسفاح متضايق. وفيه 3 سفاحين تانيين مقنعين في أقنعة معمولة من جلد البشر معاهم روكسي، وعمالين بياكلوا فيها وهي حية وهم جعانين على الآخر ومش مصدقة نفسها وهي بتتاكل. حتى لما وصل جيمس لعربيته لقى السفاحين المجانين آكلي لحوم البشر حصروه وخلصوا عليه وكلوه. وبعد 20 سنة بيظهر 3 أصدقاء منتظرين انطلاقتهم للأجازة بتاعتهم، وهم صاحب النضارة جوناس، وصاحب الطاقية وهو كريس، ومع حبيبته الحامل جين. وظهرت صديقتهم فاي اللي وحيدة وهربت من عيلتها لأنهم غريب الأطوار، وهي صاحبة اقتراح الذهاب للمهرجان المعزول في القرية في الغابة. وكمان فيه تومي عازف الجيتار وأصدقائه هيسبقوا الشباب للمهرجان، وعرفوا منهم مكانه وقالوا كده لمات وحبيبته كارلي، وهم رايحين برضه مع كريس وجين وفاي وجوناس. وتومي معروف في وسط اصحابه وفي وسط الناس ان اسمه الجوكر وليه جيتار مميز ليه، حتى كارت الجوكر موجود على الجيتار وركز عليه يا صديقي. والشباب معاهم الخريطة وكلهم انطلقوا للمهرجان الموسيقي المعزول في القرية في الغابة، وكلهم متحمسين والليل حل عليهم وتاهوا لان شكل الخريطة دي فيها حاجة غلط، حتى مفيش شبكة هنا ولا انترنت يستخدموا بيه الGPS. وقالت لهم فاي على اقرب طريق، ولما مشيوا يلاقوا الطريق مقفول والبنزين اللي معاهم مش هيكفيهم للرجوع للمدينة، وهم بقالهم ساعتين هنا ولازم يدوروا على اقرب مكان هنا يرشدهم لاسرع واقرب طريق للمهرجان في القرية المعزولة. ولما كملوا مشي كلهم حاسين انهم بيلفوا في دواير لحد ما فجأة لقوا قرية قدامهم وهي مش موجودة على الخريطة اصلا، وده مستحيل بس هم مش مهتمين، المهم يلاقوا بنزين وخريطة صحيحة للمكان هنا. ومش عارفين هل ممكن تكون في خريطة غلط اصلا، وبسبب تعب جين بسبب حملها فسابوها في العربية وراحوا هم الكازينو بتاع القرية، ولاقوا راجل غريب اسمه كورنيل ومراته الاغرب اسمها مارلين اللي هيدوهم خريطة صحيحة للمكان مقابل فلوس، وما عندهمش حل غير انهم يوافقوا. والسفاحين مراقبينهم والشباب هيمشوا خلاص بالخريطة الجديدة. هم ما لقوش تليفون شغال او بنزين في القرية المهجورة اللي فيها كورنيل ومارلين وبس. ولما كملوا طريقهم وصلوا البوابة، وشكل خريطة كورنيل برضو غلط لان البوابة دي اصلا مش موجودة على الخريطة، بس هم هيكملوا الطريق وهيفتحوها، وهي اصلا البوابة طلعت مفتوحة وهيعملوا احتفالهم جواها لانهم كده مستحيل يلحقوا المهرجان. واستغل جوناس ان القمر مكتمل ويحكي لهم على الاسطورة الصينية اللي بتقول لما القمر بيكتمل بوابة الجحيم بتتفتح وبتخرج منها الارواح الشريرة لاكل البشر، وهم مش هيواجهوا ارواح شريرة، هم هيواجهوا الارعب منهم لانهم بجد مش مجرد اسطورة. وفجأة العربية عطلت والمحرك باظ وحلهم يكملوا الطريق سيرا على الاقدام. وهتقعد فاي مع مات المصاب في راسه بسبب وقوف العربية فجأة وهي ممرضة وهتعرف تعالجه، والباقيين هيروحوا مع كريس اللي فشل يصلح العربية. ولما كملوا ماشي يلاقوا نفسهم وصلوا لطريق مسدود برضه، وكده يأسوا من
الخريطتين اللي معاهم، الخريطة بتاعتهم الأصلية واللي اشتروها من كورنيل. وفجأة لقوا نور قريب منهم، وبما ان فيه كهرباء فممكن يلاقوا تليفون شغال. وبالنسبة لعربيتهم هيروح مات الحمام وساب فاي لوحدها، ويقول لها هيرجع لها بسرعة، وتقول له هو لازم يخاف على نفسه ومش عليها. والشباب الباقيين لقوا نفسهم وصلوا للكوخ اللي على البحيرة بتاع السفاحين اكلي لحوم البشر من 20 سنة. ولما دخلوه لقوا عربية صديقهم المغني تومي اللي المفروض اصلا انه سبقهم للمهرجان. حتى الراديو اللي في العربية مش شغال، والعربية عطلانة، ولا تومي ولا اصدقائه موجودين. وحسوا بالقلق وهيستكشفوا المكان، وحست كارلي بالخوف وهتستناهم عند عربية تومي. ووصل الشباب لباب المخزن، وبسبب خوف جين وعدم ارتياحها هيدخل جوناس لوحده يستكشف، وهيفضل كريس مع جين بره مستنيينه. ولما دخل جوناس للمخزن يتصدم لما يلاقي دم وبطاقة الجوكر بتاعة تومي عليها دم واجزاء بشرية وريحة موت ودم منتشرة والجيتار كمان. فلازم يخرج يحذر الكل للهرب من هنا بسرعة. ولما قال جوناس لكريس وجين اترعبوا ولازم يروحوا لكارلي وياخدوها ويهربوا من هنا بسرعة. بس فجأة لقوا عربية السفاحين وصلت، فدخلوا للمخزن بتاعهم وكل واحد استخبى لوحده. واستخبى جوناس تحت الترابيزة بتاعت الاكل بتاعت السفاحين، وجين وكريس مستخبيين عند الباب. والسفاحين معاهم 2 ضحايا جداد وهيتعشوا بيهم الليلة. ومصدومين الشباب وهم مستخبيين لما شافوا كل اقنعتهم المرعبة المصنوعة من جلد البشر، وهم معاهم أصدقائهم فاي ومات. واختاروا مات عشان يتعشوا بيه الليلة. وعمالين يقطعوا فيه وبياكلوا في لحمته وهم مستمتعين على الاخر. هم ال3 مجانين. واستغل كريس وجين انشغالهم وخرجوا من المخزن، وجوناس مش هيقدر لانه تحت ترابيزة السفاحين اللي بياكلوا عليها لحمة صديقهم مات. ولما خرجوا السفاحين حسوا بيهم وراحوا يتبعوهم، وكريس وجين شدوهم لبره، وكده ادوا لجوناس فرصة انه يقدر يهرب من المخزن. وكارلي شافتهم ومستخبية في العربية ولقت شبكة وتليفونها رن، والسفاحين سمعوا صوتها واستغلوا ان العربية عطلانة ومعهاش المفاتيح وحصروها وخطفوها. ولازم يهرب جوناس وكريس وجين في عربية السفاحين المشغولين بكارلي دلوقتي. ولما مشيوا هم متضايقين انهم ما قدروش ينقذوها لانهم لو حاولوا هيموتوا وهيتاكلوا، ولازم يوصلوا للشرطة ويبلغوهم. وعربية السفاحين عطلت هي كمان، ولازم يكملوا هرب على رجلهم لان السفاحين هيتبعوهم. ولقوا نفسهم قدام كازينو كورنيل ومارلين. ولما دخلوه ما لقوش حد، وقرر كريس ينفصل عن جين حبيبته وجوناس صديقه كمان، وهيروح يستكشف المكان. ودخل لمكتب كورنيل ولقى بطاقات هويات لشباب كتيرة جدا هو سلمهم للسفاحين. وشاف الكاميرات كمان في المكتب وهم بيراقبوهم من مخزن السفاحين اكلي لحوم البشر. وفجأة يظهر كورنيل ويهجم على كريس ويغمى عليه. ولقى جوناس وجين كورنيل ومراته مارلين اللي حكولهم على السفاحين اكلي لحوم البشر. كلموا لهم الشرطي بين عشان يساعدهم، وجوناس وجين مش عارفين حقيقتهم لسه. والشرطي يقول لهم انتم شباب المدينة لما بتيجوا للقرية هنا بتسوقوا السمعة بتاعت القرية وبتطلعوا عليها اشاعات. وهيروح معاهم لمكان عربيتهم للتأكد، بس هو هيربطهم بالسلاسل الاول عشان يمكن يكونوا هم اللي قتلوا اصحابهم وبيضللوه مثلا. وجوناس وجين مستغربين من العربية لانها مش موجود عليها اي حاجة تدل انها عربية شرطة. ويقول لهم انه مجرد حارس والشرطة هتوصل قريب. وهو متضايق منهم لانهم صحوه بالليل من نومه بسبب اسطورة اكلي لحوم البشر. ولما وصلوا كلهم للعربية ما يلاقيش الحارس بين اي اثار دم خالص، ولكن لقى مشروبات في العربية، فاعتقد انهم بيهلوسوا بخصوص اكلي لحوم البشر المقنعين في اقنعة من جلد البشر. ويقول لهم انا مصدقكم على فكرة. ونادى على السفاحين المجانين وهجموا عليهم وخطفوهم للمخزن بتاعهم. والرئيس بتاعهم بين هو المقنع في الاول خالص وهو ابوهم، وهم ال3 عياله المشوهين. ومعاهم كارلي اللي هياكلوها حية لانهم بيحبوا اللحمة الفريش. وهم اي حد بيدخل قريتهم اللي مش موجودة على الخريطة هياكلوهم. واولاده الشباب كانوا بيتنمروا عليهم زمان بسبب تشوههم، ودلوقتي بقى بياكلوا البشر وبعدوا عنهم. وهم في عربيتهم خاطفين كريس برضه، بس نجح يحرر نفسه. والسفاحين
السفاحين معاهم حبيبته جين عشان تتفرج عليهم وهم بياكلوا صاحبتهم كارلي اللي ماتت بسبب الألم. ولقى كريس كوخ قدامه، ولما دخلوا لقى أحد السفاحين التلاتة موجودين مع جوناس وقتلوه، وراح حرر جوناس والتليفون بقى فيه شبكة بس البطارية خلاص خلصت والشرطة مش هتوصل لهم، فلازم كريس وجوناس يستبسلوا لمحاربة السفاحين والانتقام لاصحابهم، وقطعوا الكهرباء على المكان كله، وهيفترق جوناس عن كريس لتشتيت السفاحين وقتلهم بطريقة اسهل، وما عندهمش حل تاني خالص. وراح جوناس وشد احد السفاحين وقفل عليه الباب وشده لاحد الغرف، ومش هيكتفي بضربه بس، راح جوناس جاب بنزين ورشه عليه وولع فيه، بس المشكلة ان الباب اللي جوناس قفله ما بيتفتحش الا من بره، وكده هو والسفاح هيولعوا مع بعض. وراح كريس ودخل لمخزن السفاحين وراح على الرئيس المجنون بتاعهم وابوهم في نفس الوقت بن، وحاربوا بعض ونجح كريس انه يقتل بن، وهو قتل سفاح، وجوناس كمان مات مع واحد، فكده لسه فيه واحد كمان. وراح كريس وحاول يخنقه وخلص عليه، ولما حرر جين يتصدم لما يلاقي فاي ظهرت بالفاس وقتلته، وهي يا صديقي بنت روكسي اللي كلوها هي وجوزها واخوها من 20 سنة. هي قالت لهم ان عيلتها غريبة الاطوار وكان عندها حق الصراحة، وهم ربوها معاهم وخلوها تشد لهم البشر للقرية المعزولة عشان يقتلوهم وياكلوهم. عشان كده هي صاحبة اقتراح الذهاب للمهرجان، ومفيش مهرجان اصلا، ومش هتقدر تقتل جين لانها حامل، وهيحتاجوا الطفل اللي في بطنها عشان يحافظوا على سلالة السفاحين اكلي لحوم البشر من الانقراض. وكل جريمة بيعملوها بيداروا عليها، وفي سفاح مقنع لسه حي وهو اللي كريس حاول يخنقه ولكنه طلع حي، وهيفضل هو وطفل جين وفاي هيكملوا مهمة اكل البشر. ودي يا صديقي قصة السفاحين اكلي لحوم البشر المقنعين في اقنعة مصنوعة من جلد البشر، ودي نهاية الملخص.